نصحى ونفوق شوية ونتكلم عن المشكلة الكبيرة دي. أول حاجة، في فترة من فترات كان بيبقى في أكتر من ملك لمصر في وقت واحد. طب ديت لها لازمة يعني؟ لها لازمة طبعا، ما مش ملهاش لازمة. الفترات اللي بتبقى فيها ديت بتبقى فيها حالة ضعف للدولة. طيب ايه بقى مشكلتها مع بتوع الآثار؟ مشكلتها كبيرة خالص مع بتوع الآثار. التاريخ في مصر القديمة كانوا بيترخوا بفترة تولي سنين اللي تولى فيها الملك الحكم. يعني ايه؟ يعني بيجيلك مثلا خوفو اشترى مثلا جمل. اشترى الملك خوفو جمل من الجزيرة العربية في السنة الخامسة من توليته على العرش. او مثلا محمد اشترى بيت في السنة الرابعة من حياة الملك مين؟ توت عنخ آمون. كده التاريخ بتاعه باسم مين؟ راس الملك. لكن لما يكون في ملكين بقى، الناس هتبتدي تترخ ازاي؟ تبتدي بقى نفسك دلوقتي قاعد انت تايه، دماغك باشت. طب انا دلوقتي عندي ملك ماشي وعندي ملك التاني، هترخ لده ولا هترخ لده؟ كده كله يقف وكله يسكت. كده نرجع لفكرة تانية خالص. الفكرة بتاعتنا بنتكلم بقى عن السجل المدني بتاعهم ساعتها. يعني ايه سجل؟ سجل زي عندنا احنا كده. مش انت لما بتتوه ويقولك ده ساقط قيد، تروح تدور على حاجة مكتوب فيها الاسامي كلها عشان خاطر تطلعه؟ نفس الكلام كده كان عند المصريين القدماء. طب ازاي يعني؟ ابتدت من قائمة ابيدوس. ما لقيتش اللي مكتوب في قائمة ابيدوس تطلع على بردية تورين، برضو شوية ملوك متجمعة مع بعض. خلصت الاتنين دولت، ممكن تطلع على ايه؟ قائمة ابيدوس. ما لقيتش التلاتة، ممكن تطلع على مين؟ على المعلم بتاعنا الكبير مانيتون السمنودي اللي كتب تاريخ مصر كله وقسمه من الأسرة الأولى لحد الأسرة ال30. تدور بقى على الملك ده في أنهي عصر عشان خاطر ما تبصش تلاقي نفسك انت تايه وما انتش فاهم حاجة. في حاجة تانية كانوا بيعرخوا بيها ساعات لما بيلاقوا مقبرة مثلا توت عنخ آمون، فوق منها مقبرة مثلا واحد زي حورمحب، يبقى مين اللي أقدم؟ توت عنخ آمون أقدم من حورمحب، وهكذا. لأن المقبرة اللي اتبنت تحت كانت مين؟ كانت توت، ما كانش حور. في حاجات تالتة بقى اللي هي كيميائية شويتين، ده بيجي بالكربون 14 وشوف الحجر ده أقدميته إيه ويكمل حياته على كده لحد كده. ومشكلة بتوع الآثار كانت خلصت لهذا الحد. نشوفكم في مشكلة جديدة إن شاء الله. ولو أول مرة تشوفني لايك وشير، اشترك في القناة وربنا يستر علينا وعليك. سلام.